هذا رجل اكتشف انه زوجته عندها علاقة غير شرعية مع ابن اخوه، ونتج عن هذه العلاقة الغير شرعية مولود طفل. اجري تحليل وفحص الDNA، وبالفعل ثبت في تقرير الطب العدلي انه الطفل مو ابنه. اخوها لزمها لزميد، يعني كانت يمهلها ولزمهم هناك. القضاء يقول لي الا تجيب شهود 4. حياكم الله اخوان بمصيبة جديدة من مصايب هذا البلد. الظاهر امامكم احد الاخوة من قضاء حديثة. شرفني اليوم مقطع هذه المسافة من حديثة وصولا الى السماوة ليطلع الناس على مصيبته. هذا رجل اكتشف انه زوجته عندها علاقة غير شرعية مع ابن اخوه، ونتج عن هذه العلاقة الغير شرعية مولود طفل. فاكتشف هذه الخيانة، قام دعوى قضائية، اجري تحليل وفحص الDNA للطفل وإله ولزوجته ولابن اخوه، وبالفعل ثبت في تقرير الطب العدلي انه الطفل مو ابنه، يعود الى ابن اخوه. اللي صار شنو؟ هو راح يتحدث لكم به، وهو من يتحمل مسؤوليته قانونيا، وانا اكفل حق الرد للجميع. حياك الله اخوي. حياك الله استاذ. الله يكون بعونك على هذه المصيبة. الحمد لله على كل حال. اكتشفت الخيانة؟ نعم. بعد ايش قد؟ بعد ما ولد الطفل اكتشفت الخيانة، لأن أخوها لزمها لزميد، يعني اخوها اللي لزمها؟ أخوها نعم. زين. وخابر علي. لزمها وين؟ أخوها بالرمادي، هم بالرمادي قاعدين. زين، وين لزمها؟ ببيت أهله. بيت أهله؟ أي نعم. أخوها هي كانت يمهلها ولزمهم هناك. وهذا ابن أخوك هو وين قاعد؟ بالأنبار أيضا قاعد؟ حماتين. إي راح بحفلة مال عرس، فرايح من هناك هو عليها. زين. ولزموها هناك بالبيت. زين. إيه. وصار الصار. فوق كل هاي يعني إيه؟ انه جاء اخوها الثاني ذب سحر على البيت مالنا ودمروا حياتي دمار. يعني حتى سحر سووا لكم؟ سووا لنا نعم. ليش؟ سحر. هاي اللي يعني ذب السحر، حتى اكو فيديو موجود مال السحر. ايه؟ ايش قد عمر هذا ابن اخوك؟ ابن اخوي عمره صغير بعده، مو كبير. يعني 18 19. وهي ايش قد عمرها؟ هي عمرها 35 30. شنو يا ستار؟ 91 مواليدها. زين، انت اجريت الفحص، قمت دعوى قضائيه. نعم. شنو اللي اظهرت النتائج؟ ما النتائج طلعت يقول لك الا تجيب شهود 4. لا هو تقرير الطب العدلي مو اثبت انه نعم انه الطفل هو إيه؟ ابن اخوك. ابن اخويا. إيه؟ وانا يعني حتى هسه قلت لو اي مرجع بالعالم كله هم يقبل على